بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل النهاردة الكابوريا بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. هنعمل الكابوريا النهاردة مشوية، بس هنشوف الكابوريا مع بعض لما نيجي نشتريها. هنحاول ان احنا ننقي الكابوريا المليانة اللي يبقى فيها بطاريخ، او ان تبقى لحمتها تبقى مليانة. هتمسكي الكابورياية كده تلاقيها تقيلة في ايدك، فهتعرفي ان هي مليانة. لكن لو لقيتيها خفيفة كده تبقى يدوبك صدفة على الفاضي. هناخد الكابوريا بتاعتنا وهنغسلها غسيل كويس قوي، من الرمل، من ان يكون عليها مثلا حاجة لازقة على الصدفة بتاعتها. كمان الكابوريا لما بيبقى لونها ازرق كده في ايدينا وتحس ان هي عاطية على اللون البنفسجي كده، بتبقى طازة. هنغسلها كويس كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين. بنشتري الجزء اللي في الظهر بتاع الكابورياية، هنزقها بطرف صابعنا كده وبتطلع معانا بطريقة سهلة. هنغسل المكان القشرية اللي احنا شلناها ديت كويس، عشان برضو لو فيها رمل او فضلات او اي حاجة. وهنغسل الصدفة برضو زي ما احنا قلنا ما يبقاش عليها حاجة لازقة، رملاية برضو مزلقة اي حاجة. حبايبي بتطلع معانا بسهولة زي ما احنا شايفينها كده. لازم الجزء ده نشتاله. الكابوريا المشوية طعمها جميل وما بتاخدش مننا وقت، وبنعملها بطريقة بسيطة زي ما احنا قلنا. 10 دقايق او ربع ساعة في الفرن على نار متوسطة كده بتبقى جاهزة معانا، وهتاكلي احلى كابوريا مشوية. هنغسل الكابوريا بتاعتنا غسيل كويس مرة واتنين. بعد كده هنجيب بقى هنجيب الصينية بتاعتنا، مش هنضيف لها اي حاجة خالص، وهنرص فيها الكابوريا زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. صدقيني لما بتتبليها حلوة او تجهزي التتبيلة بتاعتها كويس، بتلاقي طعمها حلو قوي. ولو جربتيها مش هتبطلي انك تعمليها بالطريقة دي. هنرص بقية الكابوريا اللي معانا زي ما احنا شايفين كده، ما ضفناش لا مادة دهنية ولا اي حاجة خالص. هناخد الصينية بتاعتنا وهندخلها الفرن، فرن البوتاجاز، الفرن الغاز، زي ما انت عاوزة تشويها عادي مفيش مشكلة. كمان بنجيب بقى هنا هو اللي بنضيفه الليمون الاخضر. هتجيبي 3 ليمونات كبار او 2. لو كترتي في الليمون مفيش فيه اي مشكلة، الليمون بيمنع الزفارة وبيدي للكابوريا طعم حلو قوي. هنوزع كده عصير الليمون، وهنسيب القشر بتاع الليمون في الصينية مع الكابوريا. خلاص هي جاهزة كده يا حبايبي، هندخلها الفرن. هي الكابوريا والليمون ومفيش اي حاجة هنضيفها اكتر من كده. السوائل اللي هتطلع من الكابوريا هي اللي هتخليها تستوي او تتشوي في الفرن. تعالوا بقى نجهز التتبيلة بتاعتنا. معانا طماطم ومعانا توم وفلفل اخضر حامي او بارد. التوم كمان بقشره او من غير القشر عادي، مفيش اي مشكلة خالص. كل ده هينضرب في الخلاط مع التوابل اللي احنا هنضيفها علشان تبقى التتبيلة ناعمة، والكابوريا تشرب من التتبيلة بتاعتنا كويس قوي. بتضيفي ملح وبتضيفي كمون، تضيفي فلفل اسمر. لو عندك بهارات السمك وعايزة تضيفيها ضيفي منها معلقة، مفيش خلاص مفيش مشكلة. كمان لو بتحبي الشطة ضيفي شطة. اي مكونات عايزة تضيفيها للتتبيلة
هتديلها طعم حلو وبتخلي التتبيلة تبقى معاكي احسن. هنضرب بقى كل ده في الخلاط زي ما احنا قلنا. هننعم التتبيلة عشان لما نسقي بيها الكابوريا تتشرب منها كويس. اهيت يا حبايبي بوريها لكم وهي في الفرن، اتشوت معانا هيت ولونها غير والسوائل اللي فيها نشفت. بمجرد ان هي تطلع من الفرن وهي سخنة بننزل بيها بالتتبيلة بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الخلاط، وبنسيبها في التتبيلة شوية لحد ما تتشرب منها كويس قوي. بعد كده بتبتدي ان انت بقى ايه تخرجيها من التتبيلة دي. والله جميلة وطعمها حلو قوي، واتمنى ان انتوا تجربوها، وسهلة ومش مكلفة وما بتضيفيش لها اي مواد دهنية ولا اي حاجة خالص. بعد كده يا حبايبي بقى بتقدميها في طبق التقديم زي ما احنا شايفين كده. بتقدمي معاها رز ابيض، عيش، سلطة خضرة زي ما انت عاوزة، وليمون بقى وفلفل اخضر حامي، وبألف صحة وعافية يا رب. اتمنى ان الطريقة تعجبكم وان الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ويسعدني وجودكم معانا. واحلى كابوريا مشوية بطريقة سهلة وبسيطة وطعم جميل، وبألف صحة وعافية يا رب.